السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل فطير مشلتت بطريقة جميلة جدا وبسيطة خالص. بصوا بقى الجمال والحلاوة، والفطيرة طالعة قدبة معانا بقى كده ورقيقة وحاجة تحفة أحلى من بتاعة الفرن بكتير جدا. بصوا بقى الرقات الجميلة ما شاء الله، بس هي سخنة دلوقتي لسه طالعة حالا من الفرن. بصوا القرمشة. يلا نسمي الله ونحضر بقى أي كمية دي انت حباها. احنا هنا عندنا دقيق اكياس، دقيق زيرو، اي دقيق متوفر عندك. هنجيب منخل كده وننخله، وبعد كده هنبتدي نزود المية تدريجي لحد ما نعجن العجينة مع بعض. هو الفطير بيتحط له ملح وسكر وبس، يعني نحط معلقة ملح صغيرة ومعلقة سكر كبيرة وهنعجن بالطريقة دي. عندك عجان بقى، يبقى هنوفر كل ده كده في العجان. فين بقى العجينة تبقى عاملة ازاي؟ مش عايزينها طرية قوي ولا ناشفة قوي. حبة مية صغيرين كده لحد ما توصل كده، وبعد كده نقطع واحدة كبيرة قوي، يعني كرة كبيرة كده وكرة اقل منها شوية. بعد كده نعمل كور صغيرة حسب ما انتي بقى العدد اللي انتي حباه، عايزاها 13 رايق 15 رايق اللي يريحك، وهنسيبها ترتاح. وبعد كده نبتدي نفرد بالشكل ده. هنجيب بقى صينية عشان ننقل دي اول واحدة، دي الكبيرة اللي قلتلكم عليها، واللي تحتيها خلاص على طول دي بتبقى اخر واحدة. الصغيرين دول بقى بيبقوا في النص، الكور الصغننة دي هنفردها كده في الصينية. عايزة اقول لكم كل ما العجينة ترتاح اكتر كل ما تفرد معاكي اسرع. هي هنا لسه ما كانتش ارتاحت قوي، بس احنا ايه يعني كنا بنتسلى قبل ما ترتاح. ندهن زيت ونفرد. الزيت احسن من السمنة في الفرد، خلي العجينة تريح معاكي بسرعة وتفرد معاكي اسرع زي ما انتم شايفين كده بايدينا الاتنين. هي زي ما قلت لكم هي عايزة ترتاح شوية، يستحسن يعني ان احنا نسيبها ترتاح. وبين راق وراق نحط سمنة بقى، زبدة صفرة اللي متوفر عندك. المهم ان احنا نفرد بزيت ونحط بين كل راق وراق سمنة. بصوا بايدينا الاتنين كده عشان تبقى كلها مفرودة. ولو اتقطعت منك حتة مفيش مشكلة، هي عامة مش هتبان ولا حاجة. نحط سمنة ونحط الرقة اللي بعده هكذا. يعني الفطيرة بتبقى واحدة كبيرة نحطها في الأول، بعد كده 13 رقة 14 اللي رايحك، بعد كده واحدة في الآخر بنقفل بيها. كل فطيرة كده. تقدري بقى تكبري الكور بتاعتك حسب الصينية اللي انت هتحطي فيها الفطير. وفي كمان طريقة تانية للفطير، ان انت تعملي كورة كبيرة قوي وتفرديها على طاولية او على صينية، وبعد كده تحطي سمنة وتبتدي تطبقي فيها. بس دي اسهل، يعني المبتدئين دي اسهل. وهكذا لحد ما نخلص كل الكمية. وعامة العجينة اللي احنا عجناها دي عملت فطيرتين اتنين بس، دول حوالي كيلو ونص دقيق، اللي هو الدقيق اللي هو الاكياس العادي ده. فين بقى الجمال والحلاوة؟ حط سمنة، حط الرق اللي بعده. لازم السمنة عشان يبقى مورق كده وطعمه حلو، وكل ما كان نوع السمنة كويس او سمنة بلدي هيطلع الفطير معاكي احلى واحلى. هو الفرد بس اللي بالزيت، لكن بين الرقات سمنة، زبدة صفرا، زبدة البيضة، اي حاجة المتوفر. بس بزيت بس مش هينفع، لان لو زيت بس هينشف. وهانت وقربنا نخلص اول فطيرة. بس نرققها كده من كل الاتجاهات، منسيبش فيها حتة تخينة وحتة رقيقة. بس هي كده ابتدت ترتاح وبتفرد بقى اسرع من اول واحدة عملناها. يلا بقى لو وصلتوا معانا لحدينا من الفيديو حطوا بقى لايك للفيديو،
واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. الله الله الله. يعني احنا لو نصبر من الاول ونسيبها ترتاح كويس تفرد بسرعة واكتر من كده كمان. بس احنا دلوقتي حوالي الساعة 2 بالليل وقررنا نعمل الفطير ده، فعايزين ننجز بقى كده عشان نتعشى، مفيش وقت. هنا دي بقى اخر واحدة اللي هنقفل بيها، نلم بقى كل السمنة او الزيت اللي على الصينية او على الطبلية ونفرد كده بيها. بصوا بقى تحفة، عجينة ارتاحت وبقت 100 100. هنحط بقى كده نقفل زي ما قلتلكم، بعد كده نقفل من الجوانب، وكده نكون خلصنا اول واحدة، والتانية نعملها بنفس الطريقة. هي شفتوا بقى اول كرة اللي عملناها الكبيرة اللي احنا لمينا فيها كل ده، هنقلبها بقى كده ونسيبها ترتاح شوية قبل ما نعمل اللي بعديها. بصوا بعد ما ارتاحت بقى بتفرد بكل سهولة ازاي. دي الاولانية اللي عملناها تفرد بكل سهولة، هتملى الصينية كلها. عشان كده قلت لكم الكور حسب حجم الصينية اللي هتعملوا فيها. الصينية دي ما شاء الله كبيرة، فالفطيرة دي هتبقى اكبر من التانية. افردها كده عشان ما تبقاش حتة عالية حتة واطية، تطلع كل الرقات زي بعض. بقى الجمال والحلاوة. طلع بقى سمنة او زبدة، عندك بقى حتة قشطة اللي انت حباه حطيه. لو في ناس بتحطله زبادي عشان وشه احمر. ودي تاني واحدة اهي نفس الموضوع، عملناها بنفس الطريقة وارتاحت وفردت وبقت 100 100. بس هي الصينية بتاعتها صغيرة عن التانية. بس كده بقى جميلة جميلة. حط سمنة، قلنا كده عشان يبقى طعمها حلو كده والشاي يكون بيلمع وتبقى تحفة. هنولع بقى الفرن من تحت بس على درجة حرارة متوسطة، ما تبقاش عالية عشان الفطيرة بتاعتنا ما تتشعوطش وتكون من قلبها عجين، متوسطة. ولما تستوي خالص من تحت وعايزة تحمريها من على الوش تولعي لها بقى الشواية، تفضلي جنبها لان ما بتاخدش ثواني وبتكون تمام. كده خلصنا الفطيرتين، ولعنا الفرن وهندخل اول واحدة. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله قبت وبقت تحفة كده. بس عايزة نولع لها الشواية شوية صغيرين عشان توصل للون الذهبي التحفة ده. والحمد لله كده خلصنا، ودي شكل الاكل بتاعتنا النهارده. بقى تقدري تقدمي اي حاجه عندك بقى، مش جبنه قديمه بيض، اي حاجه بقى متوفره عندك، وهتبقى اكله تحفه معاكي كده، وحاجه خفيفه كده في اخر الليل. بصوا بقى الجمال والحلاوه والرقات. يلا بقى حطوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. اقول لكم مع السلامه واستنونا فيديوهات جديده. هنعمل ان شاء الله معجنات كتير في الشتاء. اقول لكم باي.